حكايتنا حكاية شخصيات بلادنا اللي شقات طريقها براسها وبصمات سميتها في التاريخ. حكايتنا لشخصيات بلادنا برنامج غنكتشفوا فيه خبايا واسرار وتجارب اللي مرت منها بزاف الشخصيات المغربيه، سواء التاريخيه اللي تسلحات بالقياده والزعامه وحتى المعاصره اصحاب الاختراع والاستثمار. حكايتنا حكايه المقاوم القائد الاول لاول معركه كبيره ضد فرنسا بعد ما توقعت معاهده الحمايه. شكون هو هذا المقاوم؟ امتى بدات المقاومه ديالو؟ وكيفاش خلى الجنرالات فرنسا يطلبوا الدعم من الحكومه ديالهم؟ هذه فرصه نتفكروا تاريخنا ونعرفوا شكون حنا. المقاوم ديالنا هو احمد الهيبه بالعلامه محمد مصطفى، اللي معروف بالشيخ ماء العينين. ماء العينين هو قائد كبير في الصحراء المغربيه، وهو اللي اسس مدينه السماره في الساقيه الحمراء. احمد الهيبه تزاد نهار 9 شتنبر 1877 في قبيله ازوكاي. كبر في وسط عائله كبيره ومحافظه على السلم والسلام ديال الجنوب بالسنه والشريعه الاسلاميه، وهما معروفين بالعلم ديالهم والشيوخ اللي كيخرجوهم، وهما ديما على تواصل مع الملوك والسلاطين العلويين. وكانوا السلاطين وقت ما غادي للحج ضروري كيديو معاهم واحد الفقيه ولا شيخ من هذه القبيله. احمد الهيبه من الصغر ديالو كيكلفوا باه يضيف القياد والفقهاء، وكيسافر معاه فين ما مشى، كياخذ تجارب وكيكون علاقات. 23 اكتوبر 1910 غادي يموت باه، وغادي يتولى احمد الهيبه الحكم، وغادي يولي هو السيد اللي معول عليه مولاي عبد الحفيظ باش يوقف معاه ضد المستعمر سواء فرنسا ولا الصبليون. وغادي تحاول فرنسا شحال من مره باش تقنعه يكون في الصف ديالها، ولكن ما غاديش يقبل ليها. كلشي كان مزيان حتى 30 مارس 1912 في القصر في فاس. فرنسا وبعد بزاف ديال المحاولات قدرت تقنع مولاي عبد الحفيظ ويوقع معاهم معاهده الحمايه. هنا المغاربه ما غاديش يسكتوا، غادي تنوض الثوره في فاس. في هذا النهار بالضبط ناضت الروينه في فاس وتلقى ليها المستعمر بالمدافع والقرطاس، وماتوا فيها بزاف ديال الناس في المدينه. وصلت الاخبار للجنوب عند احمد الهيبه في السماره، وكان كيسحاب ليه باللي المولى عبد الحفيظ مات في هذه الفوضى وغادي يجي لتيزنيت، وجمع كاع قبائل سوس اللي غادي يبيعوه سلطان الجهاد ضد فرنسا. السلطان ديالنا عاونوه كاع القبائل بداك الشيء اللي عندهم في سبيل الجهاد، وغادي يعفي الناس من الضرائب، وبالمعامله المزيانه ديالو قدر يدخل قلوب الناس. وصلت الخبر للقياد والبشوات د الحوز ومراكش، وحتى هما بداو كيصيفطوا ليه باللي هما راه معاه. الفرنسيس في هذه اللحظه كيشوفوا باللي هذا الشيء ماشي في الصالح ديالهم، وهما يلاه تهناو من الثوره اللي ناضت في فاس. ودابا ثوره كبيره طالعه من الجنوب بالقياده ديال احمد الهيبه بالالاف ديال المجاهدين. من بعد ما تقدت الامور في تيزنيت، الهيبه خرج بالجيش ديالو الكبير وقصد مراكش. وباش يدوز لمراكش عنده ثلاثه الطرقان، يا يدوز من حاحه على جهه الساحل، هذه المنطقه فيها القيد اللي سميتو الكيلولي، سواء غيدوز من تارودانت من تيزينتست من المنطقه اللي فيها القيد القندافي، سواء غيدوز من الطريق الثالثه في امسكرود على المناطق اللي فيها القيد المتوقي. هاد القياد بثلاثه دايرين يد مع الفرنسيس، وطبيعه القياد انهم كيمشيو مع الجهه اللي هي غالبه. المتوقي غادي يصيفط الهيبه الرجال ديالو وغادي تولي متوقه خاويه. هنا غادي يبان عندنا واحد القيد سميتو عمر بن عيسى، حتى هو غادي يكون مع فرنسا. هو من الفوق غادي يطلب منهم العسكر والسلاح باش يستغل المتوقه اللي خاويه ويسيطر عليها ويسد الطريق على الهيبه اللي غيدوز منها مسكرود. ولكن الفكره تعطلات حيتاش الهيبه داز 19 غشت 1912. الهيبه غادي يوصل لمراكش وغادي يستقبلوه القياد ديال مراكش والحوز بالفرحه قدام واد النفيس. هنا ملي كيسلموا معاه القياد، القيد الباشا اللي سميتو حيده غادي يجيب نصيحه للهيبه وغادي يقول ليه يشد القياد الحوز الخونه وين فيهم الجبال ديال سوس. ولكن الهيبه هنا غادي يجاوب وغادي يقول ليه هادو مغاربه منا وما غاديش يخويو بينا. ملي دخل الهيبه لمراكش، النصارى واليهود والفرنسيس خواو المدينه وهربوا لاسفي، ولكن بقاو 7 د الفرنسيس، منهم القنصل والمستشار ديالو والكوموندار و4 الضباط اللي بقاو في مراكش، حيت جاتهم الخبر من الجنرال الكبير ديالهم اللي سميتو ريوطي، قال لهم ما تخويوش مراكش واخا يوقع اللي وقع. وكلفوا القائد اللي سميتو تهامي القلاوي باش يتكلف بهم، ولكن الهيبه شد 6 من هاد الفرنسيس وبقى واحد. هاد واحد اللي بقى خباه تهامي القلاوي في دارو. هذه شخصيه استخباراتيه ديال فرنسا كتوصل الخبر من الدار القلاوي لفرنسا. وهنا غادي نتفكروا النصيحه ديال القائد حيده اللي عطاها الهيبه. بعد ما خرجوا اليهود من مراكش، القياد غادي يفهموا بلي هذا السلطان الجديد احمد الهيبه ماشي بحال كاع السلاطين، هو متشدد وما عاطيش الامان لليهود. وهذا الشيء غريب على السلاطين حيتاش كيخليو اليهود عايشين بيناتهم، وهذا الشيء غيخلي القياد الخونه ديال الحوز يوليو خايفين وكيراسلوا الفرنسيس وتيقولوا لهم جيو دغيا. بعد شي ايامات مراكش ترونات حيتاش هي مدينه صغيره الجنوب المغرب كله مجموع فيها، خصوصا من بعد ما داروا القياد الحوز واحد الحيله في السوق. من بعد ما رونوه وشفروا طبيعه الحال فمن غادي يسبوها في الرجال ديال الهيبه. القياده العامه في الرباط بالقياده ديال الجنرال ليوطي كتردد وكتفكروا خايفه حيتاش الهيبه عنده جيش كبير. ليوطي هنا عنده جوج الاحتمالات، يا يواجه الهيبه في مراكش
ولا يبقى يتخندق ويتسنى الهبه يوصل حتى لعنده. الاحتمال الاول كانت الحكومه الفرنسيه منعته، ما بغاوش المواجهه مع الهبه، ولكن ليوطي غيتفكر الجنرال مرجان اللي كاين في جديده في جهه دكاله اللي معاه واحد الفرقه ديال السنغاليين، وغادي يقول ليه هجم على الهبه راك ما خاسر والو، هذوك اصلا اي سنغاليين، منها الا صدقات مزيان ما صدقاتش منها نعطلوا الهبه شويه بما يوصل الدعم اللي كان طلبوا ليوطي من فرنسا. وهذا الدعم اللي طلبوا ما طلبوش باش يتواجه، طلبوا غير باش يديروا واحد الخط دفاعي من الدار البيضاء لاسفي. وهذا الشيء علاش ليوطي ما بغاش المواجهه، حيت كان عارف بلي الهبه عنده سلاح ثقيل بحالو بحال ديال فرنسا. ولكن منين لقى الهبه هذا السلاح هذا؟ الخبر ديال هذا السلاح جابتها المخابرات ديال فرنسا اللي محطوطه في كاع المناطق. عرفوا باللي هذا السلاح كان ديال مولاي عبد الحفيظ اللي شراه فاش كان مدابز مع اخوه مولاي عبد العزيز. السلطان مولاي عبد الحفيظ صيفط هذا السلاح للقايد المتوقي اللي قلنا بلي هو اللي حل الطريق للهبه فمسكرود. المتوقي فاش وصلوا السلاح بدل التوني ديالو ولا مع العدو ديال مولاي عبد الحفيظ اللي صيفط ليه السلاح. هنا المتوقي غادي يصيفط السلاح للقايد الحاجي في القصر ديال الصويريه وغيخبيه عنده. ولكن هنا فاش ولا في مراكش وبغى يتواجه مع الفرنسيس غادي يجيب هذا السلاح هذا وغادي يعطيه للجيش ديال الهبه اللي غادي يزيد يقوى. هذا الشيء علاش ليوطي ما بغاش يتواجه مع الهبه. الهبه عنده 8 د المدافع و12 رشاش. 24 غوش 1912 الكولوني المرجان غادي يوصل للرحمنه وغادي يشعل العافيه في القبيله. الناس القبيله اللي كانوا تابعين للهبه غادي يجريو عنده لمراكش وغادي يقولوا ليه اللي طرا. الهبه غادي يصيفط معاهم فرقه بالقياده ديال ولد عمو اللي سميتو الغضف بن مصباح. الغضف بن مصباح ما عندوش تجربه في الحرب وغادي يكون غادي بالجيش ديالو نيشان، وغادي يغفلوا الفرنسيس من جهه الشاويه وغادي يرجع الغضف بن مصباح لبن قرير وغيخيم فيها. 31 غوشت مرجان غادي يوصل لبن قرير وغادي يعاود يتواجه مع الغضف بن مصباح. هنا غادي يضربوا المره الثانيه وغتوصل الاخبار للهبه. الهبه غادي ينوض وغادي يدير الخيمه ديالو فم باب الخميس في مراكش. غادي يجمع الجيش ديالو وغادي يكلف خوه اللي سميتو مربيه ربو قائد عليهم في هذه المعركه اللي غادي تكون في سيدي بوعثمان. حتى شتنبر 1912 الجيش ديال الهبه غادي يتحرك اللي فيهم 15000 مجاهد بالسلاح ديالهم والمدفع. ولكن هذا السلاح غادي يغر شي وحدين في الجيش واصلا نيت كان ناقصهم التنظيم. وصلوا المجاهدين ديالنا وبدات الحرب مع الصباح. كان 24 في رمضان 6 شتنبر. الجيش ديالنا كان مجموع في بلاصه وحده ما كانوش منظمين وكانوا باينين. هذا الشيء سهل الخدمه على العدو. وقبل ما تبدا المدافع ديال الهبه تضرب شتتاتهم المدافع ديال فرنسا ولا القرطاس خيط من السماء. صوت المدافع تسمع من وسط مراكش. من بعد ساعه ونص ديال الروينه مربيه ربو غادي ينسحب وغادي يرجع كيجري لمراكش عند خوه وغادي يجمعوا حوايجهم باش يخويو مراكش. والسواسه اللي كانوا باقي حيين راجعين كيجريو وتلاقاو مع القياد ديال الحوز الخونه كيتيريو فيهم قدام باب الرب وغدروا بهم. اما السلطان مولاي عبد الحفيظ اللي كان كيسحب ليهم بالليماد هو راه غير نفاتو فرنسا من بعد ما وقع معاهم معاهده الحمايه في القصر فاس. اما السبب الكبير في الخساره ديال هذه الحرب هو القياد ديال الحوز اللي دايرين يديهم مع فرانسيس. فاش بدات الحرب شعلوا العافيه في الخيام ديال مربيه ربو اللي عرف باللي العدو قدامه والغدر موراه. خرج الهبه وهو وخوه مع الفجر قاصدين تالودانت قبل ما توصل فرانسيس لمراكش. وملي وصلوا تالكجونت وصلتهم الخبر من تالودانت باللي احمد بن علي الباشا ديال تالودانت اللي كان معاهم في مراكش سبقهم وسد عليهم البيبان ديال المدينه. الهبه جمع الجيش ديالو ودخل تالودانت نهار 29 في رمضان. وصباح العيد رجع تالودانت وعلق راس الباشا في ساحه سراك في تالودانت. وملي وصلت الاخبار لفرانسيس باللي احمد الهبه في تالودانت صيفطت ليه فرنسا الجيش ديال القياد ديال الحزن اللي فيهم تهامي القلاوي والقائد حيده بن ميس اللي كان قائد في الجيش ديال الهبه في مراكش. الهبه خوا تالودانت وداز من طريق هواره وديك الطريق كامله والقرطاس فوق من راسو حتى وصل اسرسيف في الشتوكه. القائد حيده غادي يبقى تابع الهبه حتى لتيزنيت وغادي يلقى الهبه موجد له واحد الجيش على قدو. هذا الشيء ما كانش متوقعو القائد حيده. وهذا الجيش كان ديال القائد اللي سميتو محمد بن دحان العبدي. عطاه الهبه وتواجه به مع حيده وخسر حيده في هذه المعركه. وحيت هو مع الفرنسيس صيفطت ليه فرنسا القوات ديالها وقدر يضرب الهبه. ونجا الهبه واللي معاه ومشاو لتيمقر في ايت ولياض وبقاو تما عام حتى وصلوا الفرنسيس بالجيش ديالهم والجيش ديال الخونه ودخلوا على الهبه من كل جهه وقدر يفلت منها وقصد اذوبه عقيل. واستقبلوا القائد سعيد بن المقدم في الدار ديالو في المنطقه ديال كردوس وبقى تما حتى مات. هذه هي حكايه المقاوم ديالنا احمد الهبه اللي حارب ضد المستعمر على قبل الاستقلال البلاد.